السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت نتصور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي من ربع كيلو بانيه عملنا اكله المطاعم الحلوه دي، فتة شاورما وعملنا التوميه وعملنا الرز وحته اكله بتكفي من 3 ل5 افراد ما شاء الله. تقدروا تستغنوا عن الرز وتعملوها في العيش الصاج او التورتيه زي ما انتم عايزين. هنجيب بقى ربع كيلو من البانيه كده، نقول بسم الله ونبتدي. ونجيب البانيه ده ونقطعه صوابع زي ما انتم شايفين. هنحط معلقه كبيره من الزبادي، عليها رشه من الجنزبيل ورشه من القرفه، معلقتين كبار من الزيت، وربع معلقه صغيره من الكركم والبابريكا، ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ورشه من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقه صغيره مليانه من الملح. هنقلبهم كلهم مع بعض، وممكن نسيبهم في التتبيله من ساعتين لغايه ليله كامله. هي اصلا متقطعه رفيع وكمان صوابع، فهتدخل في التتبيله فيها بسرعه جدا. بعد كده هنجيب الطاسه بتاعتنا وهنسخنها كويس جدا، نحط فيها معلقتين زيت محترمين كده، ونحط الفراخ بتاعتنا، ما نحطهمش على بعض علشان نديها حاجه واسعه كده عشان تتحرق معانا، عشان ما تنزلش الميه ويبقى طعمها عامل زي المسلوق. بعد ما اتحرقت معايا بتاع دقيقتين مثلا كده، نزلت عندي بالخضار اللي هو البصل والفلفل وكمان شويه من الثوم. هفضل اشوحهم مع بعض كده لمده حوالي من 3 ل5 دقايق. بعد كده هنزل بالطماطم المكعبه، يا دوبك دقيقتين اتنين وكده تمام. بقت معانا الشاورما زي الفل. طبعا هنحط عليها نفس البهارات اللي احنا حطيناها، رشات كده برضو من البهارات بتاعتها عشان الخضار اللي اتحط. خلاص خلصنا كده الشاورما بتاعتنا. نيجي للتوميه. التوميه دي عباره عن ايه بقى؟ ده ربع كوبايه من الميه، عليها ربع كوبايه من اللبن، وعليها معلقتين مليانين هرم من النشا. هيتقلبوا على البارد خالص ويتحطوا على نار متوسطه، ونفضل نقلب على النار لغاية ما يوصل القوام بتاعها للكريمي ده اللي هو المهلبية. تبقى هي كده تمام جدا. هنسيبها بقى في مكان تبرد. هنجيب طبق، هنحاول نكون مسطح عشان يبرد معانا بسرعة، ونبتدي نحط عليه كيس بلاستيك استريتش، اي حاجة بس حاجة تلمس السطح بتاعه ضروري جدا علشان ما تعملش معانا قشرة. مش نغطي الطبق، لا، انا اللي يهمني نغطي المهلبية اللي احنا عاملينها للتومية دي. نسيبها تبرد تماما، وبعد كده نبتدي نشتغل فيها. هنجيب بقى البولة بتاعتنا وهنشتغل فيها، او الخلاط على حسب، لو انتوا هتشتغلوا بالهاند بلندر او بالخلاط. انا بصراحة هشتغل بالهاند بلندر ينجز معايا. بحط هنا اهو معلقتين كبار من الزيت، ومعاكم من معلقة ل4 معالق كبيرة من المايونيز، وبنحط توم زي ما تحبوا لان هي طبعا تومية، فطبعا دي حاجة براحتكم خالص. وحط هنا اهو كمان معلقتين كبار من اللبن. هقعد اضرب لغايه ما اوصل لقوام كريمي. بالهاند بلندر او بالخلاط لو ما مشيتش معانا بنضيف اللبن معلقه معلقه، ما تدلقوش كده عشان ما تسيلش منكم. وخلي بالكم، يعني هي ممكن تبقى مسيله منكم بس لما هتبرد هتمسك عشان النشا، فخدوا بالكم. هنجيب الطبق ده كبير على فكره، والكميه دي محترمه خالص. هعمل شكل عشوائي بس كده بظهر السكينه، وابتدي اعمل كده اخليها طالعه ونازله بس كده كمنظر يعني. بصوا طالعه معايا كريمي ازاي، بصوا شايفين المنظر اهو. ده شكلها بعد ما اتضربت على فكرة، فبتبقى سايحة كده شوية. وشكلها التاني الاولاني اللي انتم شفتوه ده لما بردت من الضرب وهديت كده ابتدت تمسك في نفسها. عشان كده قلت لكم خلي بالكم، هي لو سايلة استنوا عليها شوية لما تبرد وشوفوا القوام بتاعها، وممكن نضربها تاني. نيجي بقى للرز، وده انا خليته اخر حاجة عشان يبقى اختياري ليكم زي ما انتم عايزين. يعني عايزين تعملوها بالرز بالتورتيه زي ما انتم عايزين. بنجيب بصلايه ما تكونش واخده لون، اهم حاجه يا دوبك تتشوح بس كده ويدبل لونها. بعد كده هنزل على طول ب ربع معلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره من الملح، طبعا الكلام ده لكوبايه الرز الواحده، وكمان رشة من الفلفل الأسود. هجيب كوباية الرز بتاعتي وهبتدي أشوحهم مع بعض كويس، طبعا هم معمولين في زيت. وأشوح الرز عندي لغاية ما يتغلف تماما تماما بالزيت بتاعي، وكمان بالتوابل. طبعا لونه هو اتغير خالص، فده معناه انه اتشوح وخلاص كله كده تمام. في الوقت ده بقى هروح نازلة على طول بكوباية وربع من المية. لكل كوباية رز كوباية وربع من المية. 10 دقايق، وبعد كده افتح اقلب، وهنسيبهم كمان 5 دقايق كمان. بس ادي السمفونية بتاعتنا اتعزفت في الاخر. ايه رأيكم؟ يعني اكلة زي دي لو هنشتريها من بره هتجيبوها بكام؟ ربع كيلو بانيه. يعني انا مش عارفة صراحة لما الفيديو ده هيتذاع هيبقى واصل لكام، بس انا في الوقت ده كنت جايبة الربع ده ب45 جنيه. شوفوا اكلة زي دي هتجيبوها من بره بكام، ومش هتبقى بالكمية دي. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.